السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حصة جديدة من حلويات خديجة. في حصة سابقة حضرنا خبز شاورما. اليوم إن شاء الله سنقوم بتحضير شاورما الدجاج بطريقة بسيطة وتتبيلة سهلة. أترككم مع المقادير وطريقة التحضير. سوف نحتاج إلى 200 غرام من شرائح الدجاج المقطعة على شكل رقيق وشكل طولي. بالنسبة للتوابل سوف نحتاج إلى نصف ملعقة من الزنجبيل، ملح، ربع ملعقة صغيرة من الإبزار، ثم ربع ملعقة صغيرة من الكمون، فصين من الثوم مبشورين، ملعقة من الكاتشوب. بالنسبة للكاتشوب يمكننا أن نستعمل الحار أو الحلو على حسب الرغبة. نحتاج إلى قليل من الكورنيشو أو الخيار المخلل. نحتاج إلى قليل من زيت الزيتون. نحتاج إلى صلصة المايونيز وشرائح البصل ثم شرائح الطماطم. يمكننا كذلك أن نستعمل أوراق الخس وذلك على حسب الرغبة. نضع شرائح الدجاج، نضيف له ملعقة من الكاتشوب، ثم نضيف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ونضيف الثوم مع التوابل. نخلط الكل جيدا. ومن الأحسن ترك هذه التتبيلة مع الدجاج لكي تتشرب جيدا، على الأقل نتركها ساعة. بعد ذلك أضع شرائح الدجاج في مقلاة لتطهى، نضعها ثم نقوم بتحريكها جيدا حتى تطهى. تحتاج تقريبا إلى 10 دقائق لكي تطهى هذه الشرائح. هذا هو الدجاج بعد أن قمت بطهيه. أتركه جانبا وأخذ رغيف شاورما الذي سبق وقمت بتحضيره في حصة سابقة، ورابطه كما ترون هو أعلى الفيديو. أدهنه بقليل من صلصة المايونيز في الوسط، ثم أقوم بوضع شرائح طماطم، وأقوم بوضع شرائح البصل. وكما سبق وقلت يمكننا كذلك أن نضع أوراق الخس وذلك على حسب رغبة كل شخص. ثم أضع من الفوق قليل من الخيار المخلل، وأضع شرائح الدجاج، ثم ألف الخبز على هذا الشكل وأقوم بطيه كما ترون. وأكمل بنفس الطريقة حتى أنهي الكمية المتوفرة لدي. بعد ذلك أضع الساندويشات في مقلاة لكي تتحمر من الجهتين. ويمكننا كذلك أن نضعهم في الآلة. عندما تتحمر سندويشات من الجهة الأولى نقلبها لكي تتحمر على الجهة الثانية، وهكذا حتى ننتهي. وهذا هو الشكل النهائي للشاورما بعد أن أنهينا تحميرها في المقلاة. أتمنى أن تنال وصفة اليوم إعجابكم. إذا أعجبتكم حصة اليوم لا تنسوا الضغط على زر أعجبني، ولا تنسوا الاشتراك في القناة. إلى حصة مقبلة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.